ما راح تصدقون شنو ايسلند ناوية تسوي بالحمم البركانية مالتها، يسمونها اللافا فورمينج، وخطتهم يبنون مدن كاملة من الحمم البركانية، شيء مو طبيعي. بس اسمعني، الفكرة مو مجنونة مثل ما تبين بالبداية. شوف، ايسلند من اكثر المناطق البركانية نشاطا بالعالم، ولما صارت الثورات البركانية الضخمة سنة 2023 كمية الحمم البركانية اللي طلعت مو طبيعية. فاجت شركة اسمها ساب اركيتار قالت يا ساتر ممكن نبني مدينة كاملة باسبوع من هالكمية. وبصراحة الحمم البركانية شيء رهيب، لانه بطبيعتها تحتوي على كل المواد الموجودة بالخرسانة، بس الفرق انه ما تنتج كل هاي الكمية من ثاني اكسيد الكربون. فحاليا مقترحين 3 افكار. الفكرة الاولى، بدل ما ينتظرون البراكين الثور، يحفرون بالارض ويوصلون للحمم البركانية ويصبوها بقوالب على مود تتجمد وتصير بلوكات وبعدين يبنون بيها. اما الفكرة الثانية شوية اعقد، يحفرون خنادق دقيقة حوالين البراكين النشطة، ولما تثور البراكين الحمم تمشي حسب التصميم وتصب باساسات وجدران المدن، وبهالطريقة يحمون المدينة من انفجارات البراكين الجاية بنفس الوقت. اما الفكرة الثالثة هي الاغرب وتحسها جاية من المستقبل، لان راح يستخدمون بها روبوتات والالات تطبع 3D. تخيل وياي جيش من الروبوتات يمشي على الحمم البركانية على مود يجمعهم مثل الحبر وبعدين ينزلهم طبقة ورا طبقة. فكرة مجنونة صح؟